الضربة الأولى من الضربات التي نود أن نوجهها في صميم الفكر والمعتقد الوهابي السلفي في هذا اللقاء هو نظرة هؤلاء لمخالفيهم، كيف ينظر الوهابية السلفية المتمسلفة إلى غيرهم من الموحدين. من الاعتراضات التي لقيتها على إثر المحاضرة الماضية أنني وبعد أن قرأت من هذا الكتاب، كتاب فتاوى نور على الدرب، قال بعضهم بأن فلان كان يبتر الكلام الموجود هنا، وما جاء به الشيخ هنا يعني كان أورده المحاضر مقتضبا ليشوه صورة التاريخ والفكر الناصع. احنا نريد من هؤلاء قبل أن نتلو حقيقة نظرتهم للمخالفين وسيرتهم لغيرهم من الموحدين، نريد منهم فتحا إسلاميا كان على أيديهم، بلدا دخلت الإسلام على أيديهم. هل أدخلوا أرضا من أرض الله الإسلام على أيديهم؟ دخلت أرض من أرض الله؟ فتحوا، جاهدوا، غزوا إطلاقا. كانت غزواتهم في العيينة وفي نجد وفي الدرعية وما حواليها، وبين الموحدين وبين العوام يغنمون ويسفكون الدماء كما تلون ذلك ونتلوه الآن. هذا كل جهادهم. وأما أن يذكر التاريخ لهم مجاهدا ماجدا واحدا لا يوجد عند هؤلاء القوم. في كتاب فتاوى نور على الدرب قرأنا في صفحة 20 فيما أظن منه، في صفحة 20 نعم، أن سائلا تحت عنوان دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد، السائل يقول: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية، فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟ الجواب: هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد، علماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه دعا إلى الله عز وجل في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك للناس. في أي أرض بين الشرك للناس؟ يعني في أي مكان بين الشرك للناس؟ تأملوا وتدبروا. حتى هدى الله به جما غفيرا، أي أن جما غفيرا كانوا مشركين في بلد الشيخ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، هداهم الله إلى التوحيد على يده. هذا الكلام واضح؟ أفيه تلبيس ولا تدليس؟ الشيخ يقول هدى الله الناس، هدى الله واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك للناس، حتى هدى الله به جما غفيرا. يؤكد هذا بقوله: ودخل الناس في توحيد الله. واضح الكلام ذا؟ ودخل الناس في توحيد الله. إيش معنى ذلك؟ أنهم ما كانوا موحدين لله، ثم وتركوا ما هم عليه من أنواع الشرك الأكبر، وتركوا ما هم عليه من أنواع الشرك الأكبر، ما إنه كان رياء ولا شرك أكبر، من عبادة أهل القبور، ومن البدع المتعلقة بالقبور، وعبادة الأشجار والأحجار، والغلو في الصالحين. سأكتفي بهذه القطعة لأنتقل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. إيش يقول ابن عبد الوهاب نفسه؟ هذا كتاب كشف الشبهات في التوحيد، تأليف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نشرها قصي محب الدين الخطيب. هذه طبعا توزع مجانا للحجاج والمعتمر، توزع مجانا. إيش في هذا الكتاب؟ في الصفحة 4 من هذا الكتاب الشيخ الإمام إمام هذه الطائفة يصف مخالفيه بالشرك بالله، ولا يقف عند هذا الحد، بل يقول بأن شرك الأولين، شرك أبي لهب وأبي جهل وأبي بن خلف وغيرهم، هؤلاء
شركهم ذيلا أخف من شرك المعاصرين لمحمد عبد الوهاب، أخف. بل يقول بأن أولئك، بأن أبا لهب وأبا جهل أعلم بلا إله إلا الله. لا ما كذاك، أنا أسأت في حق الإمام. الإمام يقول، عبد الوهاب يقول جهال المشركين، يعني اللي هم يعني ما في درجة أبي جهل وأبي لهب، لهم أقل، يعني جهال المشركين أعلم بلا إله إلا الله من المشركين في زماننا هذا. هذا كلامه بنصه وفصه في الصفحة 4 وما بعدها. يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم في صفحة بل يقول هنا كلام آخر، يقول فيه يصفهم بأنهم إخوان المشرك. يقول وإن عبادة الله، في الصفحة 9 يقول وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم إن ابن عبد الوهاب هذا كان هناك بعض العلماء في زمانه حذروا من دعوته، على رأسهم أخوه سليمان بن عبد الوهاب ألف كتابا اسمه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية وجملة، بل إن أباه والد محمد عبد الوهاب كان يحذر منه، وعلماء زمانه حذروا منه ونفروا. ولا أود أن يعني وإن شئتم أوردت المصادر التي تثبت ذلك، ولكن هذا الكلام معروف حتى عند القوم، حتى عند أتباع هذا الفكر يعلمون ذلك جيدا، ولكن إن أرادوا أن نورد المصادر سنوردها بإذن الله. كيف ينفر هذا ابن عبد الوهاب ويحذر من العلماء الذين يتصدون لدعوته؟ كيف يقول واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. المعنى إن اللي خالفون في دعوة ذيلا عندهم كتب وعلماء، لكن لا تسمعوا لهم، لا تسمعوا، يعني يحصن أتباعه ابن عبد الوهاب من أن يصغوا لصوت آخر غير صوته. قال وقد يكون لأعداء التوحيد، طبعا التوحيد اللي هو يدعو إليه، علوم كثيرة وكتب وحجج. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين، شياطين عشان ما حد يسمع لهم، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى آخر ما قال. وهنا يقول في الصفحة 10 فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم، هنا الشاهد الواضح البين، يقول فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين.
يعني شرك أبي لهب وأبي جهل هذا شركهم خفيف. وبعدين لاحظوا في عبارته هذه كيف أنه يوطئ ويمهد لقتال الموحدين، لقتال اللي يخالفوه، ليقضي عليهم ولا يبقي إلا دعوته. يقول: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، في صفحة 10. الصفحة 11 يقول: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، انتبه، وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا. الآن يقرر الشيخ بأن شرك الأولين أخف من شرك المعاصرين، وأن النبي إذا كان، معنى الكلام وفحوى الخطاب هذا، إذا كان النبي قاتل أولئك مع أن شركهم أخف، فإيش نسوي في هذيله؟ إذا كان ذلك شركهم أخف وقاتلهم النبي، طيب المعاصرين إيش نسوي فيهم؟ نبيدهم إبادة. وأنا الآن أود أن أتلو عليكم كيف طبق الشيخ بن عبد الوهاب هذا الفكر، فكر المجازر، فكر الذبح والسلخ. ولن أذكر كل المجازر التي فعلها ابن عبد الوهاب، لكن سأذكر ما فعله في عمان وفي قسم أهل الباطنة خصوصا، الذين ينساق بعضهم إلى هذا الفكر ويعمى عليه ويتبعه ويدافع